يلا بينا حكاية مع محمد سلام. عندي مشكلة إن الناس بقى عندها مشكلة في المية في الأرضيات والكلام اللي أنتوا عارفينه ده كله، والنهاردة جبت لكم أكبر وأحسن حل في الدنيا، أرضيات الاس بي سي. بس أقول لك حاجة مهمة جدا، إن ليها أحسن وأفضل أشكال أرضيات خشبية شفتها في حياتي. خليني بقول لك على حاجة تانية مهمة جدا، إن أرضيات الاس بي سي مميزاتها إيه، ومش هكتب عليك أقول لك برضه حبة عيوب. مبدئيا كده أشكاله الخشبية ممتازة، بس اهم حاجه بقى انها ضد الميه 100%، يعني مفيش تسريب، وده حل مشكله كل واحد في مصر. ممكن يبقى في الحمام مثلا. بس خليني اعرفك على لاسي. اسف، ده اسم المنتج اللي هو منتج الاس بي سي، بس اسمه لاسي، مكون من 5 طبقات. هنبدا بقى من تحت. اول طبقه معانا اسمها اي في اي، ما تشغلش بالك بالمصطلحات، عازله للصوت يعني 100% يا سيدي، غني براحتك. طبقه الاس بي سي كور، دي الخلطه بقى السحريه. وبعدين التكتشر، طبقه التكتشر يعني. وبعد كده طبقه، ودي اهم طبقه، اسمها طبقه اليو في، وهي دي القصه كلها، اهم حاجه في الموضوع كله عشان معامل الاحتكاك. زائد بقى حاجه مهمه جدا، الكليك معمول من تقنيه اسمها 5G، ودي اعلى حاجه وصلت لها العالم. تديك بقى حاجه اسمها زيرو جوينت، وبتمنع التسريب. اما بقى بالنسبه للوقت الزمني، اسرع حاجه ممكن تخلف العالم. اما بقى بالنسبه للعيوب، فالصراحه ان من ضمن العيوب ان ملهاش عيوب لحد دلوقتي، ولكن ممكن يكشف عيوب، الله اعلم. خلينا نشوف العيوب بعدين. استنى الفيديو الجاي واكتب كومنت عشان يجيلك كتالوجات. انت مع محمد سلام، انت في امان. سلام.